هل تظن أن النساء يبحثن عن اللطف؟ هل تظن أنك إذا كنت منتبها كفاية، مهتما كفاية، صبورا كفاية، ستلاحظ ذلك وتقدره وتختارك وتقول لك تلك الكلمات التي تنتظرها؟ لكنني سأقول لك الحقيقة، تلك التي لا تنطق بها أي منهن بصوت عال، تلك التي لا تدركها معظم النساء أنفسهن بالكامل، لأن كل واحدة منهن تخشى أن تكشف عن فوضى طبيعتها وتعترف بأنها لا تنجذب نحو الحنان، بل نحو من يستطيع أن يقف أمام عاصفتها الداخلية دون أن يفقد توازنه، نحو من لا يندفع لإنقاذها فقط لأنها بكت أو ابتسمت، نحو من في حضوره لا يدمر فوضاها الفضاء، بل يجد هذا الفضاء هيكلا راسخا، وأن تواصل الاعتقاد أنك إذا بذلت جهدا أكبر، أعطيت دفاء أكثر، كانت أكثر توافرا وتفهما، ستسمع أخيرا ذلك الاختيار المنتظر الذي كان يفترض أن يخرجك من الظل. لكن هذه الحالة تجعلك فقط طينا لينا في يديها، لأن الحاجة دائما تفوح برائحة الضعف، دائما، بصرف النظر عن النوايا، بصرف النظر عن الصدق. هذا قانون لا يعرف استثناءات في علم نفس الجذب. المرأة لا تحترم من يحاول، بل من لا ينهار. ولهذا بالضبط تتأذى مرارا وتكرارا. تذهب إليها بروح مفتوحة فتنظر هي ليس إلى القلب، بل إلى المحور. تختبر كم أنت قادر على الصمود حين يضغط فوضاها على حدودك. افهم أن النساء يشعرن بالرجل بنفس الدقة التي يشعر بها الحيوان بالخوف. ليس بالكلمات، بل بالاهتزازات. ليس بالمنطق، بل بالغريزة. وإذا كانت ترتجف تحت اهتمامها، إذا كانت ردود أفعالها تحدد حالتك، فإنها تتراجع غريزيا خطوة للوراء. لأنها تريد أن تمشي بجانب قوة، لا بجانب طلب اعتراف. الحاجة تحولك إلى ظل. حتى لو كان جميلا وذكيا وناجحا وطيبا، فإن الحاجة تلغي كل هذا في تصورها. لأن التصور لا يمر عبر العقل، بل عبر الغريزة. أنا لست هنا لأتهمك. أنا هنا لأقول لك ما يقلب القواعد ويعيد إليك السلطة. يتيح لك رؤية بنية اللعبة التي فيها المرأة هي الفوضى، وأنت من يستطيع إرساء النظام. ليس بإخضاعها ولا بكسر طبيعتها، بل بتشكيل فضاء يكون فيه هدوءك أقوى من تذبذبها، وثباتك أكثر جاذبية من تقلبها. ستعرف لماذا لا تحتاج إلى فتى لطيف بل إلى رجل لا يحتاج موافقتها. ولماذا اللامبالاة حين تكون حقيقية تصبح شفرة سرية تفتح عقلها الباطن أقوى من أي كلام أو إيماءه. ولماذا تلك السكينة الداخلية التي كانت تعتبرها ضعفا هي أقوى أشكال تأثيرك. لنبدأ من الأساس. أن تقلل من عمق الفوضى الأنثوية. يمكنها أن تضحك على شيء تافه ثم تغوص في الصمت خلال دقيقة واحدة، كأنها فقدت الوصول إلى مشاعرها الخاصة. عالمها الداخلي هو محيط تتغير فيه الأمواج اتجاهاتها دون إنذار، دون منطق، دون تفسير. هذا ليس ضعفا بل طبيعة. طبيعة لا يمكن تصحيحها، ولا استقرارها من الخارج، ولا علاجها بالاهتمام. وخطأك دائما في أنك تحاول تهدئة العاصفة بدلا من الوقوف فيها بثبات وحرية. إذا كنت تظن أن اهتمامك قادر على استقرارها، افهم الشيء الأساسي. الاهتمام الصادر من خوف الخسارة يتحول إلى قيد غير مرئي، لكنه محسوس. قيد يجعلك لا رجلا بل أسيرا. لا تستقر فوضاها، بل تتحملها. هذان أمران مختلفان جذريا. الاستقرار هو محاولة سيطرة تدمرك. التحمل هو قوة داخلية تجذبها. تساءلت يوما لماذا تنجذب المرأة نحو من يبدو أنه لا يبالي؟ لماذا من لا يحاول ينال اهتمامها؟ لماذا من يعطي أقل يأخذ أكثر؟ الجواب بسيط لكنه غير مريح. لا مبالاة هؤلاء الرجال ليست فراغا ولا قسوة.
إنها شكل من أشكال الهدوء لا تحرك فيه دوراتها أي ارتجاف داخلي. هم لا يتفاعلون مع كل موجة من موجاتها. لا يحاولون اصطياد كل مزاج من مزاجاتها. لا يبحثون في ردود أفعالها عن تأكيد لقيمتهم. وهي تشعر غريزياً أن أمامها هيكلاً لا يكسر حتى لو أرادت اختبار حدوده بأشد الطرق قسوة. افهم أن المرأة لا تبحث عن التدمير من أجل الألم. هي تبحث عن نقطة يمكنها أن ترتكز فيها عاصفتها لتشعر بالأمان. الأمان الحقيقي. ليس ذلك الذي يخلقه الراحة، بل ذلك الذي تخلقه المتانة. والرجال الذين يريدون كثيرا ويحاولون كثيرا ويتفاعلون كثيرا يمنحونها فقط هواء تضيع فيه. الفوضى في علم النفس الأنثوي تنجذب دائما نحو الثبات بلا استثناء. اعتدت الاعتقاد بأن المرأة تختار المهتم والمنتبه واللطيف. أن هذه فضائل مقدرة. وهي مقدرة فعلا، لكن فقط إذا كان خلفها محور راسخ. اللطف بلا محور هو وهم طيبة ينهار عند أول ضغط حقيقي. وهذا الانهيار لا يثير فيها الثقة بل القلق. لأنه إذا كان الرجل ينهار من مشاعرها فهو لن يمسك بحياته الخاصة. وبالتالي لن يكون قادرا على حمايتها ولا حماية الفضاء من حولها. يمكن للمرأة أن تحبك بقلبها، لكنها ستحترم فقط القوة التي لا تحتاج مشاعرها لكي تظل ثابتة. ولهذا بالضبط تنجذب نحو من لا يذوب في مزاجاتها. تذكر دائما في علم نفس العلاقات: الاحترام أقوى من الحب. الاحترام هو الأساس. الحب بلا احترام يتحول إلى شفقة. أنت تحاول أن تكون صحيحا حتى لا تفقدها. تقول الكلمات المناسبة، تفعل الإيماءات الصحيحة، تتجنب النزاعات، تتكيف مع مزاجها. لكن هذا بالضبط هو فخك الأعمق. لأن الصحة تجعلك متوقعا والتوقعية تقتل الرغبة. ليس تدريجيا بل بسرعة. تشعر المرأة أنك أصبحت مريحا، موثوقا، مفهوما. والراحة هي الموت البطيء للمغناطيسية الذكورية في نفسيتها. أن تظن أن الأمان يعزز علاقتكما، أن الاستقرار هو ما تسعى إليه. لكن النفس الأنثوية تتردد على تردد توتر خاص. ليس التوتر الفوضوي، بل ذلك التوتر الخاص الذي ينشأ بجانب رجل لا يمكن قراءته بالكامل. رجل فيه شيء لا يخضع لتأثيرها. وبدون هذه الكهرباء تتوقف عن رؤيتك كرجل وتحولك إلى مزود عاطفي للراحة، مريح ودافئ وغير مرئي تماما. الرجل المريح هو الرجل الغير مرئي. هذه الحقيقة القاسية في علم نفس الجذب. تحاول أن تكسب اختيارها. تثبت أنك تستحق. تستثمر بالوقت والانتباه والمال والمشاعر. لكن المرأة لا تختار بما توجهه نحوها، بل بما تستطيع الاحتفاظ به بعيدا عنها. وحين تستثمر بشكل مفرط فأنت تظهر أن عالمك يدور حولها. وعالم يدور حول المرأة يحول الرجل إلى تابع. والتابع لن يكون مركزا أبدا بحكم التعريف. توقف عن الاستحقاق. ابدأ بالاختيار. هذا تحول جذري في علم نفس الجاذبية الذكورية. تتعجب كم تختفي المشاعر بسرعة حين تصبح متاحا عاطفيا. لماذا ما بدا حيا يبرد فجأة؟ لأن التوافر بلا مسافة يتحول إلى اعتماد. والاعتماد دائما يفوح برائحة اليأس حتى لو خبأته خلف كلمات جميلة ونوايا حسنة. المرأة لا تشعر بالكلمات بل بتردد حاجتك. لا تستطيع أن تحترم رجلا يضعها في مركز الكون لأنها هي نفسها لا تعرف من تكون. عالمها الداخلي متقلب جدا ليكون مركزا موثوقا لأي شيء. إذا بنيت عالمك حول فوضاها فحقيقتك ستنهار حتما حين تغير هذه الفوضى اتجاهها. وستغيره. هذه مسألة وقت لا مسألة طابع. أنت تريد الوضوح في العلاقة. تريد أن تفهم ما يحدث،
لماذا تكون باردة؟ لماذا تبتعد؟ لماذا تغير كل شيء؟ لكن الوضوح يولد فقط حيث تتوقف عن محاولة السيطرة على فوضاها، حيث تتوقف عن وضع مزاجها في مركز انتباهك. يجب أن تصبح مكاناً يوجد فيه النظام بذاته لا بالإلزام، حيث حالتك الداخلية لا تعتمد على سلوكها الخارجي. وحين ترى المرأة أنك لا تحاول أن تتكيف مع موجاتها تشعر للمرة الأولى بقوة لا تعتمد على طقسها. الاستقلالية عنها ليست برودة، إنها شكل قوة يجذب أعمق من أي اهتمام. أن تخاف من أن تبدو بارداً حين تنسحب. تظن أنها ستأخذ ذلك كرفض كعلامة على أنك غير مهتم. لكن بالنسبة لها هذا إشارة قوة، لأن فقط الرجل الواثق من نفسه يستطيع احتمال المسافة دون أن يفقد الاهتمام بحياته الخاصة. وهذه المسافة تجعلك ما تريد استكشافه لا ما يمكنها السيطرة عليه. اللامبالاة حين تكون حقيقية ليست غياب مشاعر، بل سيطرة عليها. والمرأة تشعر بهذه السيطرة على مستوى الغريزة، تتعرف فيها على الطاقة الذكورية الناضجة التي تريد أن تكون بجانبها ناعمة وأنثوية وحقيقية. لا تفهم كم تجذبها استقلاليتك. هذه القوة تعمل بالغريزة لا بالمنطق. المرأة تريد أن تكون بجانب رجل يقف بمعزل عنها كما تقف الجبال بمعزل عن الريح. لا ينظر إليها، لا يتفاعل معها، يوجد فقط في ضخامته. وهذا الاستقلال يثير فيها لا انزعاجا بل رهبة عميقة، لأن فقط استقلالية الرجل قادرة على تهدئة فوضاها الداخلية. يمكنها أن تتجادل مع ذلك وتثير مشاهد وتنزعج، لكن في الداخل هي دائما تبحث عمن لن ينهار تحت مشاعرها، لأن فقط مثل هذا الرجل قادر على إعطائها ما لا تستطيع إعطاءه لنفسها. النظام الداخلي. أن تخاف أن تظهر أنك تستطيع الحياة بدونها. تظن أن ذلك سيبعدها وأنها ستقرر أنك لا تحتاجها. لكن هذا بالضبط الشيء الوحيد الذي يمسك بها حقا، لأن المرأة لا يمسك بها الطلب، يمسك بها حركتك. إذا رأت أن عالمك يوجد ويتطور باستقلالية عن مزاجاتها، فإن لأوعيها يبدأ بتقديرك كما لم تقدر أبدا من وضعها في المركز. هي تشعر أن هذا الرجل لن يتوسل يوما لأجل الاهتمام. وهذه الحرية تصبح بالنسبة لها ذلك المغناطيس الذي لا يمكن كبته بالكلمات ولا بالمشاعر ولا بمحاولات السيطرة. أنت تحاول أن تثبت لها قيمتك، أن تبين أنك جيد، مستحق، أنه يمكن الاعتماد عليك، أنك لست كالآخرين. لكن الرغبة في الإثبات هي بالفعل اعتراف بالنقص في تصورها. وحين تشعر المرأة أنك تسعى لتأكيد قيمتك فإنها تتلقى ذلك كإشارة أن القيمة موضع تساؤل، لأن القوة الحقيقية لا تفسر نفسها. إنها فقط توجد بلا مبررات، بلا عروض، بلا محاولات لإحداث تأثير. المرأة لا تحترم من يظهر صفاته، بل من يظهر غياب خوف الخسارة. وهذا الغياب يصبح بالنسبة لها مغناطيسا لا تقاوم مقاومته. الرجل الذي يثبت قد خسر أصلا في علم نفس الجذب. تخاف من الصمت بينكما. تتسرع لملئه بالكلمات والأسئلة والرسائل. تظن أن الصمت يعني انقطاع التواصل. لكن الصمت هو أرض الرجل. إذا كنت قادرا على الإمساك به بلا توتر، بلا قلق، بلا رغبة في تدميره فورا، فإن المرأة تبدأ بالشعور أن طاقتك أكبر من فوضاها. وهذه النسبة تثير فيها الرغبة بالاقتراب. لأن الرجل الهادئ ليس ضعيفا. الرجل الهادئ خطير بأكثر معنى جذاب. الصمت هو الفضاء الذي تتجلى فيه جوهرك. إذا كنت واثقا فيه فإن المرأة تتوقف عن لعب الألعاب العاطفية. أمام الصمت لا يمكن الاختباء. ولهذا كثير من النساء تخاف من الرجال المستقلين عاطفيا. إنهم يكشفون.
صمتك هو حقيقتها. أنت اعتدت اعتبار الطيبة لوحدها كافية، اعتبار اللطف درعا يحميك. لكن اللطف بلا هيكل داخلي لا ينتج احتراما. المرأة تحب الطيبة لكنها لا تنجذب إليها وحدها. تنجذب إلى الطيبة التي تقف خلفها صخرة. حين تكون لطيفا وثابتا في الوقت ذاته، حين تعطي الدفء دون أن تذيب نفسك، حين تهتم دون أن تجعل اهتمامها محور وجودك، هنا فقط يصبح لطفك قيمة حقيقية لا مصدر ضعف. الرجل الذي أريده أن تكونه ليس الذي يخفي مشاعره ويتظاهر بالبرود، بل الذي يشعر بعمق لكن لا يجعل مشاعره رهينة ردود أفعالها. الذي يهتم حقا لكن من موقع الكفاية الذاتية لا من موقع الخوف. الذي يمنحها الدفء لكن من قوة داخلية لا من فراغ يبحث عن ملء. والآن تفهم لماذا تتأخر أحيانا في الرد بدلا من الاستجابة الفورية. لأن الاستجابة الفورية تجعلك خادما عاطفيا. المرأة تشعر بخضوعك أسرع مما تدرك أنك قد وقفت بالفعل في وضعية الانتظار أمامها. والانتظار دائما يرخص الرجل. حين لا تستجيب بشكل فوري تستعيد السلطة على الديناميكية. تبدأ المرأة باعتبارك ليس مشاركا في فوضاها، بل من يقف فوقها دون أن يفقد محوره الخاص وإيقاعه الخاص. وتفهم لماذا لا تفسر نفسك حين تتصرف بطريقة معينة. لأن الشرح هو دائما ضعف. القيمة الحقيقية لا تحتاج توضيحا أبدا. وحين تحاول إقناع المرأة بمشاعرك فأنت تريها أنك نفسك شك فيها، أنك غير واثق من قيمتك الخاصة. الثقة لا تحتاج تأكيدات. المرأة تحترم الصمت الذي لا يبرر. لأن التبرير هو طلب. والطلب هو خسارة للسلطة. أن تريد أن تكون مكشوفا بالكامل أمامها. تخبرها بكل شيء عن نفسك، دوافعك، أفكارك، مخاوفك. تظن أن الانفتاح يخلق القرب. لكن الوضوح الكامل ليس طريقا للقرب، بل طريق للتقليل من القيمة. لأن المرأة تريد أن تلمس الغموض لا أن تقرأ دليل الاستخدام. وحين تكشف نفسك بالكامل مسبقا، بلا بقية، تفقد اهتمامها. لا شيء أقل جذبا في علم نفس الانجذاب من رجل فسر نفسه بالكامل. مغناطيسيتك تولد من ما لم يقل، من قدرتك على الحفاظ على الصمت الداخلي، حيث يتسرع الرجال الآخرون للتبرير والشرح. وأخيرا، الحقيقة البسيطة التي توجز كل ما سبق. المرأة لا تنجذب نحو من يعطيها الحب من حاجة، بل نحو من يمنحها الفضاء. الفضاء الذي يمكنها فيه أن تكون فوضى دون أن تدمر الرجل. الفضاء الذي تلتقي فيه طبيعتها بهيكل، لا بذوبان. الشعور بالقوة يجعلك من تتوقف أمامه عن اللعب. فهمت الآن. اللامبالاة ليست برودة. إنها الهدوء الذي لا شيء يستطيع هزه. وهذا الهدوء شفرتك الجديدة. تفتح غرائزها العميقة بنفس السهولة التي يفتح بها الصمت الليلة. سلطتك في عدم الاضطراب. دائما. حين تدخل في هذا الصمت تختفي الحاجة، تنهار الأوهام، يولد نظام جديد تتوقف فيه المرأة عن كونها مركزا وتصبح رفيقة. لأن الرجل الذي يقف في نفسه لا يخاف الخسارة أبدا. ولهذا لا يخسر حقا أبدا. أن تتوقف عن الكلام والشرح والتبرير. وهذا الصمت يصبح شكلا جديدا من الجذب لا يمكن لأي كلمات أن تحل محله. لأن المرأة لا تسمع الكلام، بل تسمع تردد استقلاليتك. صمتك يتكلم أعلى من الكلمات. دائما. أنت استعدت بدايتك. لم تعد من يطارد، لأن الرجل الذي اختار نفسه يختار دائما. إذا كنت مستعدا لمثل هذه المعرفة، ابقى هنا. في هذه القناة نقول الحقيقة التي تجعل الرجال أقوى. اشترك واكتب في التعليقات كلمة قبلت.